انتقال بلال الخنوس لكريستال بالاس مهدد بالفشل. كيفاش وعلاش؟ تبع معايا وانا نقول لك. المده هذه وحنا كنسمعوا بلي كريستال بالاس متبعه بلال، مهتمه به، باغاه وكتفاوض باش تجيبو. الهضره كانت كثيره والبارح جانا التاكيد. سكاي سبورت اون بيرسون خرجت واكدت بلي جميع الاطراف وصلوا لاتفاق وبلي كريستال بالاس غيزات صفقه اللاعب المغربي. قالوا بلي راها عطات فيه 32 مليون جنيه استرليني. ليستر وافقات، الخنوس ما عندوش مشكل، كلشي تم وفي الايام الجايه غادي يدار الفحص الطبي وموراها الاعلان الرسمي. حتى لهنا كلشي مزيان وكلشي غادي مسطره. مشاكل وقتاش غادي يبداو؟ المشاكل يبداو من بلال غادي يحط هاد ستوري انستغرام واللي كيقول واخا ما عرفت شنو يطرا، الحمد لله على كل حال. حاجه ما واضحه، ولكن الميساج د بلال زعزع بنادم وزرع الشك. وهي بعدها كنلقاو فابريزيو رومانو خرج واكد بلي كريستال بالاس قدمت عرض رسمي لفيا ريال باش تجيب اللاعب ديالها يريمي بينو. اين بوست كيلعب هاد بينو وسط ميدان هجومي بحال شكون؟ بحال بلال. هادشي شنو معناه؟ هادشي معناه بلي الفريق الانجليزي كيقلب على لاعبين كيلعبوا في نفس مركز الخنوس ويقدروا يكونوا بدائل ليه. وهي من موراها كيخرج شي واحد سميتو ساشا طافوليري، صحفي انجليزي معروف، كيأكد بلي المفاوضات بين ليستر سيتي وكريستال بالاس بخصوص بلال ما حبسوش، ولكن تقالوا بزاف وكريستال بالاس كتقلب على بديل. هادشي كامل وبهذا التسلسل الا جمعتيه غادي تعرف بلي بصح كاين مشكل. غير هو حتى مصدر من هادو اللي ذكرت ما قال فين كاين المشكل بالضبط وشنو هو السبب الحقيقي، ولكن الاسباب اللي كيدوروا في مواقع التواصل الاجتماعي هما هادو. كاين اللي قال ما كاين لا مشكل لا والو، كريستال بالاس باغاهم بجوج، باغا بلال وباغا بينو. كاين اللي قال لا كاين مشكل والمشكل في طريقه الدفع. كريستال بالاس باغا تصرف ديك 32 مليون تريطات وتخلصها على خاطرها. ليستر كتقول لها حط لي فلوسي توتو على كبوتو. كاين اللي قال لك كريستال بالاس صيفطات النجم ديالها ايزي وهي واقفه على ميليو التيران وما يمكنش تدخل الموسم بلا بيه. داكشي علاش هي موجده جوج لي زوبسيون ولا ثلاثه واللي صدق فيهم مزيان. هي هو بلال عنده الاولويه. وكاين اللي قال لك لا، المشكل ماشي من جهه كريستال بالاس ولكن من جهه بلال وليستر سيتي، هما اللي متقلين حيت كاين توتنهام اللي دخلات على الخط واللي تقدر تطير باللاعب، خاصه انها واقفه على خدماته، محتاجه ضروري وهو الخيار الوحيد اللي مطروح قدامها. ماديسون العشره ديالها معطو، كولوسوفسكي الجناح اللي يقدر يغطي هاد الادوار حتى هو معطو، ايزي اللي كانوا باغينو طارت به الارسنال، جيبس وايت الخيار الثاني اللي كانت عينيهم عليه جدد في نوتنغهام فورست، بقى ليهم هي بلال. هذه كامله سيناريوهات وافلام كيدوروا، شكون اللي فيهم حقيقي وشكون اللي تخربيق ما عرفناش، ولكن اللي واضح هو انه صفقه الانتقال لكريستال بالاس كانت غاده وفرانات. واش تعاود تقلع؟ نصبروا ونشوف وخلاص. نتمنوا الامور تيسر حيت بالرجوله محتاجين نشوفوا بلال في البريمير ليغ العام الجاي، خاصه انه المنافسه في المنتخب كبرات، البوست ديالو نايض عليه الشياط، ومع السميات اللي كاينين ونوعيه اللاعبين اللي متوفرين، اللعب في الدوري الانجليزي الدرجه الثانيه ما غادي يامن ليه والو، ما غاديش يضمن ليه شي حاجه اللي كبيره. وناحي حلف ما يخرج من مارسيليا الا لشي واحد من الدوريات الخمس الكبرى، وجيرونا باغاه واذا تمت ومشى للدوري الاسباني اللي مناسب للستايل لعبو بالجات، قدروا نعاودوا نشوفوا عز الدين 2021. زياش الا لقى فرقه تكون عنده افضليه وينافس باش يكون هو العشره دوالي. الياس بن صغير يقدر يمشي لباير ليفركوزن، وحنا عارفين باللي وليد دخلوا ما مره ما جوج الميليو تيران، ودابا يتزاد معاهم نايل العناوين اللي نقدر ناكد لك باللي لاعب بديك الجوده وبداك التكامل وبداك التوازن ما غاديش يجي باش يجلس. وسط المنافسه كامله بلال لازم يكون في الطوب فورما وينافس على اعلى مستوى باش يزطط معاهم. هاد الطوب فورما غادي يضمنها ليه اللعب في الدوري الانجليزي، المنافسه في اجواءه والاستفاده من الاشعاع والاضواء اللي كتسلط على اي واحد كيحط فيه رجليه. داكشي علاش انتقال بلال ماشي رفاهيه ولا خضره فوق طعام، الا انتقاله مساله مهمه وخطوه مصيريه غادا تحدد ادواره والاهميه اللي غادا تكون عنده في كاس افريقيا، وفي نفس الوقت تضمن ليه استمرار التطور والتقليعه اللي دارها العام اللي فات. ولد العام اللي فات بان ودار ليه اسم وسمعه في البريمير ليغ، سببها باش ولينا كنسمعوا هاد العروض وهاد الفراق باغاه. عام في دوري الدرجه الثانيه مع فرقه مدعدعه بحال ليستر سيتي اللي ما ربحات حتى ماتش حتى لدابا، كافي باش يردم ديك السمعه ويطفي الولد بالمعقول، خاصه انه الاحداث في الكره كدوز بسرعه البرق وفي البلاصه كلشي كيتقلب. دابا انت مزيان عليك العين والناس راده معاك البال، راه مشات عين يطلعوا دراري جداد يسرقوا منك الاضواء، ها انت طفيتي. داكشي علاش ولهاد الاعتبارات انتقال بلال في هذا الميركاتو حاجه مصيريه ومهمه، نتمناو الدار لمصلحه الولد والكارير ديالو ولمصلحه المنتخب. بالعموم الوضعيه هي هذه، ونصبروا ونشوفوا كيفاش تطور الامور. وكان هادشي كل ما كيتعلق بصفقه انتقال بلال لكريستال بالاس، وكانت هذه اخر مستجداتها. اللي ولينا رايكم في قناه التعليقات. حنا تلنا حلقتنا سالات، الى عجباتكم ما تنساوش ديروا جيم، تشتركوا في القناه. شكرا جزيلا على المتابعه والى اللقاء.